والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم على قناة أشرف القاضي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن طريقة ترتيب القنوات في ستارنت 2080 وتغيير المسمى بتاع القناة أو تغيير اسم القناة. وفي نفس الوقت هنعيد تاني موضوع تغيير ترتيب الأقمار وتغيير اسم القمر برضو في نفس الوقت، لأن في ناس كتير على البث امبارح البث المباشر اكتر من حد من اصدقاء القناة طلب عايزين نعرف الطريقة، وان شاء الله هنعملها بصورة مبسطة ومش هنطول عليكم ان شاء الله. طبعا هنخش على الدي في بي من الريموت عشان نخش على قنوات التي في زي ما احنا شايفين. طبعا انا واقف على قنوات التلفزيون دلوقتي او التي في. لو عايز ارتب قناة يا جماعة هضغط منيو كده. طبعا انا لاغي سلك الدش خالص من الريسيفر عشان مفيش اي صورة تظهر عشان الحقوق. طبعا انا كده عندي ترتيب القنوات بتاعة التلفزيون. اول قناه عندي هي قناه المجد. عندي قنوات زي ما احنا شايفين كده. مثلا لو عايز انقل قناه الدوحه قران، مثلا القناه اللي انا واقف عليها دلوقتي دي اسمها الدوحه قران. قناه الدوحه قران دي رقم 2، عايز مثلا اخليها تكون رقم 6 بدل النور قران. بمنتهى البساطه هخرج من قائمه القنوات وهروح على منيو، هضغط منيو في الريموت هتظهر لي قائمه منيو زي ما احنا شايفين كده، اللي بتبدأ ببرمجة وتثبيت. تمام. بعد ايه ما نروح نظبط لكم بس الصورة شوية عشان ميبقاش اللون الفاتح ده، غمقها. تمام كده. اولا عندنا كده برمجة وتثبيت زي ما احنا شايفين. هنزل على القنوات عشان اغير اسم القناة، وفي نفس الوقت هنزل على إدارة القناة واضغط اوكي. اضغط الرقم السري ومعروف كله 4 أصفار 0000. بيديني هنا قائمة القنوات زي ما احنا شايفين. انا عايز اغير التردد بتاعي. اولا علشان تمشي يمين وشمال بالريموت ما ينفعش تمشي بالسهم يمين وسهم شمال، لا، انت بتمشي بسهم بروجرام او بي زائد وبي ناقص في الريموت. بي زائد وبي ناقص في الريموت. آه، بي زائد بيرجع لورا، بي ناقص بيطلع لقدام، وهكذا. يعني كده شغال بالبي ناقص. انا كده واقف كده على قناه المجد. طب انا عايز اغير المكان. قناه الضحى قران اللي قدامنا دي عايز اخليها رقم 6 مكان النور قران. بضغط عليها اوكي زي ما احنا شايفين، بضغط اوكي وبضغط الزرار الاخضر اللي هو موف. بس قبل ما اضغط الزرار الاخضر اللي هو موف بنزل على القناه او المكان اللي انا عايز القناه تكون فيه. الضحى قران رقم 2 فوق انا معلم عليها صح. رقم 6 هنا النور قران. وانا واقف على النور قران اهم حاجه ان انا بقف في المكان اللي عايز القناه تيجي فيه، او قناتين او 3. يعني مثلا 3 قنوات اهمت هضغط عليهم بالشكل ده، يبقى انا هنقل ال3 قنوات دول 1 2 3. ال3 قنوات هم رقم 2 3 4. عايزهم مثلا يبقوا 7 8 9. بقف كده وبضغط الزرار الاخضر وانا واقف في المكان اللي انا عايزهم يبقوا فيه رقم 7. انا عايزهم في رقم 7. بضغط الزرار الاخضر في الاول كده مره، وبعد كده بضغط مره تانية موف برضو زرار اخضر تاني. لما ضغطت ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ترتيب اختلف. قناه النور قران طلعت فوق، وقنوات بقى من رقم اللي قدامنا بقى الضحى قران اهي بقت رقم 5 6 7. الترددات او ال3 قنوات جم تحت بعض. طيب انا عايز انقل قناه واحده، هقف على النور قران مثلا واضغط اوكي علم صح. عايزها تبقى تكون رقم 9، هنزل على رقم 9 بالشكل ده واضغط الزرار الاخضر مرتين، مره اولى مره تانية. قناه النور قران اصبحت رقم 9. اظن كده يا جماعه ما فيش حاجه صعبه، الترتيب سهل جدا. قناه مثلا نمشي كده شويه، مثلا قناه ازهري اهي وانا واقف عليها بعلم علامه صح اوكي، وبنزل عايز اخليها مكان قناه الفتح. بقف على قناه الفتح في المكان ده وبضغط 2 اخضر من الريموت 1 2. اتنقلت مكانها، بقت الفتح مكان ازهري وازهري مكان الفتح. كده خلاص انا عرفت ان انا انقل القنوات. عايز انقل 10 قنوات ورا بعض 20 قناه ورا بعض، بحددهم وبروح المكان اللي انا عايز القناه تكون فيه وبضغط الزرار الاخضر مرتين من الريموت بس خلاص. طيب انا دلوقتي عايز ان انا اغير اسم القناه. قناه مثلا نجيب كده اي قناه تعليميه، مثلا قناه الجزيره وثائقيه. عايز اغير اسمها وانا واقف عليها برضو بضغط اوكي، بعلم علامه صح، وباجي على زرار تكست في الريموت. لو جينا يا جماعه بصينا تحت هنا بتلاقي في كلمه رينيم اهي، رينيم وجنبها زرار تكست.
زرار تكست عندنا هنا موجود في الريموت تحت الزرار الباور، الزرار الاحمر الباور، طبعا مش هيبقى باين كده عندي، هو تحت زرار اول زرار احمر فوق، تحتيه على طول زرار تكست. لو جيت ضغطت عليه هيديني اسم القناه زي ما احنا شايفين، ورقم البي اي دي فيديو، يعني بيانات القناه. تمام. طيب انا عايز اغير الاسم، بقف فوق كده وبضغط اوكي. اول ما اضغط اوكي بيظهر لي الكيبورد. تمام. لما بيظهر لي الكيبورد يا جماعه، بلغي الاول الاسم اللي انا عايز الغيه، اسم القناه بلغيه عن طريق الزرار الاصفر. لو ضغطت زرار اصفر على طول بيشيل الاسم خالص. عايز بقى ايه ان انا اسمي القناه اي اسم، بنزل سهم لتحت وباجي في الكيبورد العربي اللي قدامي ده، لو عايز اخليه اغير اللغه بضغط على الزرار الاحمر في الريموت اللي جنب الزرار الاخضر، لو ضغطت عليه كده بيديني حروف انجليزي انجلش سمول، عايزها في حروف كبيره، باجي على كابس لوك بالاخضر وبخلي الحروف كبيره. عايز اغير اللغه تاني ادوس على الزرار الاحمر اللي تحت، اللي هم اربع الوان اللي تحت اللي هم جنب بعض، الزرار الاحمر بضغط عليه جاب لي عربي. عايز اغير الاسم اخليه مثلا قناه وثائقيه مثلا، اسميه كده قناه باخد مسافه وثائقيه. وثائقيه. تمام كده، خليت الاسم قناة وثائقية. عايز ان انا خلاص كده خلصت، بضغط خروج عشان اخرج من الكيبورد اولا، بعد كده بنزل تحت على كلمة تأكيد بالسهم اللي تحت من الريموت وبضغط تأكيد. القناة بقى اسمها قناة وثائقية بدل الجزيرة الوثائقية. كده انا غيرت اسم القناة وعرفت ازاي ارتب القنوات. طيب انا في ايه تاني ممكن اعمله؟ ممكن انا عايز اقفل قناه، يعني انا عندي قناه مثلا عايز محدش يخش عليها واعمل لها باسورد. لو انا واقف على القناه مثلا زي قناه مثلا اي قناه، ده الراديو سوري، مثلا قناه زي ناشونال جيوغرافيك مثلا. تمام. لو انا عايز ان انا اعمل لها قفل بضغط عليها اوكي وبضغط الزرار الازرق، الزرار الازرق في الريموت اللي هو اللوك، بضغط عليه بالشكل ده بيعمل لي القفل. تمام. عمل لي القفل. عايز الغي بضغط على زرار ازرق تاني بيشيل القفل. بس انا ضغطت على زرار ازرق كده خلاص، هي بقت بباسورد اللي هو 4 اصفار. بقت الدنيا سهله جدا طبعا، كده بقت بباسورد. والافضل طبعا ما تعرفش اي حد في البيت ان هو الباسورد 4 0. خلاص كده. طيب انا عايز اخرج بس قبلها هلغي اللوك بتاع القناه بالشكل ده وهخرج. هنروح بقى لترتيب الأقمار. عايز أرتب الأقمار في الجهاز عندي في 2080 ستار نت. بضغط منيو برضو، الكلام ده انا قلته قبل كده بس هكرره تاني لان في ناس بيسالوني يوميا في الكلام ده. هروح على اعدادات الطبق وبضغط اوكي. ومثلا انا عندي هنا نايل سات هو رقم 5، نايل سات هخليه رقم 1 دلوقتي. طب هخليه ازاي رقم 1؟ انا كده شغال يا جماعه على السوفت الاخير اللي فيه اي بي تو سات، عشان نبقى عارفين السوفت اللي طالع من 3 ايام بالظبط. انا بقف عليه بالشكل ده، هسيب لكم رابط السوفت اسفل الفيديو ان شاء الله. انا واقف كده اهوت يا جماعه على نايل سات، بعلم عليها علامه صح وبطلع لفوق عند المكان اللي انا عايزها تبقى فيه رقم 1. بقف بالشكل ده بالعلامه وباجي على كلمه منيو في الريموت، بضغط منيو. تمام. مره بعد ما ضغطت منيو مره ظهر لي تحت موف باللون الاخضر، بروح دايس على اللون الاخضر، اصبحت نايل سات هي رقم ايه؟ رقم 1 دلوقتي. خلاص كده يبقى انا كده نقلت القمر بتاعي من رقم 7 او 5 بقى اصبح رقم 1. طب انا عايز اغير اسم القمر. في حد برضو سألني عايز تغير اسم القمر، سهلة جدا مش صعبة. هنقول لك الطريقة ببساطة تامة. دلوقتي وانت واقف بتعلم علامة صح اوكي بالشكل ده. تمام. وبتروح على ضبط. كلمة ضبط هنا يا جماعة عندنا باللون الأخضر في الريموت في القايمة قدامنا تحت اللون الأخضر ضبط. بضغط على ضبط بالشكل ده، جاب لي إيه؟ اسم القناة في الأول هي نايل سات والاتجاه بتاعها 7 غرب وتحت في كلمة تأكيد. لو ضغطت أوكي كده بيجيب لي الكيبورد، بضغط الزرار الأصفر وبشيل اسم القمر، بنزل بكتب اسم القمر اللي أنا عايزه وبعد ما أخلص بروح دايس
الزرار الازرق على طول لو انا عايز، او بعد ما بخلص بروح دايس العلامه بتاعتي اللي هي الخروج من الكيبورد وبعد كده تاكيد. بس انا مثلا هخليه نايل سيت، نايل بس مش مشكله، بعدين نكمل. خلاص كده انا خلصت يا جماعه. يا اما بضغط الزرار الازرق بالشكل دوت، الزرار الازرق، وبعد كده بعد ما بضغط الزرار الازرق عشان بخرج او اكزit، هي بنزل على كلمه تاكيد، بقى اسم القمر عندي نايل بس بدل نايل سيت. عايز تغير اي اسم اي قمر بالطريقه دي عربي او انجليزي هتبقى الدنيا سهله جدا. طبعا دي اسهل طرق ان انا اغير اسم القناه، اغير مكان القناه او ارتب القنوات، اغير اسم القمر، انقل مكان القمر. الحاجات ديت يا جماعه حاجات مش صعبه، بس اللي مش عارفها بتبقى عليه صعبه، ده الطبيعي. واحنا برضو اتعلمنا في الجهاز، يعني احنا ما فتحناش اشتغلنا على طول، لا ده بعد برضو اكتر من تجربه واكتر من حاجه عشان واحد يفهم فيه، ما اخبيش عليكم يعني. طبعا كده احنا كده خلصنا الحلقه، ويا ريت لو اي حد يعني عايز استفسار عن اي حاجه في الجهاز يكلمنا. بس كان في حاجه، في حد كان بيقول لي ده الجهاز تقيل في القنوات. لو الجهاز تقيل في القنوات عندك يا ريت تخش على حاجه كده بسيطه. انا هخرج كده يا جماعه برضو نوريها لكم، عشان برضو الناس اللي بتقول لي ده الجهاز عندي حس ان الحركه تقيله في بدايه التشغيل للقنوات. هي مش حكايه تقيله، هي حكايه ان انت مش ظابط وضع الصوره. بتروح على سيتنج، ومن سيتنج بنروح على درويد سيتنج. هقولها كده بسرعه. درويد سيتنج دي هنروح على الديسبلاي، ومن ديسبلاي عندك سكرين ريزوليشن، بننزل تحت خالص بنلغي دولبي فيجن دي وبنخليها اتش دي ار، تمام، وبنقول لها اوكي والجهاز بيراستر معانا. خلاص كده انا هخرج كده علشان برضو الجهاز هيراستر لو انا عملتها، مش عايز اخرج دلوقتي. وفي نفس الوقت في عندي كمان حاجه مهمه جدا، الديسبلاي مود دي بنخليها على 1080 بكسل على 50 لو تلفزيونك اتش دي بس، لكن لو 4K خليها 1080 على 60 هرتز عادي جدا زي ما انت عايز، ما فيش اي مشكله، خليها على اعلى جوده اوكي مفيش اي مشكله. لكن الدولبي فيجن الغيها في كل الاحوال من وجهه نظري، عشان ما تعملش معاك قلق في الصوره وشكل وحركه الصوره. غير كده الجهاز شغال زي الفل عند الناس كلها. انا بقول لبعض الناس اللي كانوا بيقولوا حته الصوره دي، ده بيعتمد على الحته ان انت الاتش دي ار بروريتي اللي عندك، انت مخليه على الدولبي فيجن ولا مخليه على الاتش دي ار. في الغالب خليه دايما على الاتش دي ار، او خليه في الغالب على الاتش دي ار، هو ده اللي انا بشوفه الافضل بالنسبه ل الجهاز. طبعا عندك هنا السكرين بوزيشنر معروف عندنا، الزوم لا مش محتاجينه احنا، بس ايه حبيت اعرف يعني اللي بيشتكي من حته الصوره ديت. كمان في حاجه برضو عايز ضبط الوان، بنيجي هنا وفي حاجه اسمها دي ان ار، خليه دايما اوف. دي ان ار دي خليها دايما اوف، لانها اوقات بتتقل حركه الصوره برضو. عندك عايز تظبط الالوان، بتيجي على كاستوم سيتنج وبتضغط اوكي، بتلاقي عندك التشبع، بتلاقي عندك الكونتراست، التباين والالوان، التباين والتشبع التلات يعني الطرق اللي بتقدر انت تظبط بيهم الالوان بتاعتك، التشبع والتباين ودرجة اللون او حرارة اللون. يبقى انا كده يا جماعة خلاص خلصت، وصلنا لاخر الحلقة. لو في اي حاجة بالنسبة للجهاز يا ريت اي حد عنده اي استفسار عرفني، وباذن الله بالرد مباشر. ده كان جهاز ستار نت 2080 الاسطورة الحقيقي للاندرويد في مصر. شكرا جزيلا، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.